كانوا قاعدين بيتعشوا عادي. في نص الضحك الولد بص لأمه وقال لها: هو ليه بابا وشه مش باين؟ ومن ساعتها محدش بص في عين التاني. ريحة دخان كانت طالعة والساعة وقفت على 3:33. في سؤال لازم تسأله لنفسك قبل ما تسمع الحكاية: هو أنت متأكد إن كل اللي عايشين في بيتك من أهل بيتك؟ أنت دلوقتي مع الشاهد الأخير. القناة بتحكي لك عن البيوت اللي نورها مطفي، وعن الأرواح اللي لسه مستنية حقها. لو بتحب الحكايات اللي بتسحبك تابع معانا. ولو حسيت إن في حاجة بتتحرك في المراية جنبك أو أي حركة أنت ما تعرفش مصدرها إيه، ما تبصش وخليك مركز، لأن الحكاية دي هتغير نظرتك عن كل حاجة حواليك. العيلة دي كانت شبهنا بالظبط، مش أغنياء بس عندهم اللي يكفيهم وزيادة. حسن دوت هو الأب، الراجل شيان في بيته، وسعاد الأم ست جدعة 100 راجل بتحب الضحك ولمة العيلة. ولادهم الكبيرة بنت اسمها ملك، دي اللي دايما صوتها في البيت. ومحمود الصغير اللي كان دايما بيتكلم في حاجات غريبة. بس من شهر كده كل حاجة اتشقلبت، وأنا مش ببالغ، كل حاجة اتشقلبت حرفيا. أول حاجة غريبة حصلت: سعاد كانت قاعدة في أوضتها عادي، لقيت باب الأوضة بيتفتح لوحده. قامت تقفله، سمع الصوت همس وراها: ما تقفلوش، أنا لسه موجودة. سؤال: أنت لو مكانها كنت هتجري ولا تعمل نفسك مش سامع؟ تاني يوم حسن رجع من الشغل، لقي ابنه محمود قاعد بيكتب في ورقة، بس بيكتب بالعكس، يعني الجملة بالعربي بس من الشمال لليمين. سأله: انت بتكتب ايه يا ابني؟ محمود قال له: هو اللي قال لي اكتب كده علشان يوصل اسرع. مين هو يا محمود؟ ووصل ايه؟ ويوصل لمين؟ ملك البنت الكبيرة بدأت تحس ان في حاجة بتراقبها وهي نايمة. مرة قامت من النوم ولقيت المراية بتتحرك، يعني حرفيا الازاز كان بيهتز كأنه بيتنفس. راحت تحكي لهم بس محدش صدقها. قالوا لها: انت بتتوهمي، دي خيالات. بس اللي بيحصل بعدها أكد إن في حاجة أكبر. النور بقى بيقطع عن البيت مرة واحدة، والتلاجة بتفتح وتقفل لوحدها، والحيوانات اللي في الشارع بقت بتعيط كل ما تقرب من البيت. وسؤال هنا يطرح نفسه: هل دي صدفة ولا البيت نفسه بقى فيه ضيف مش مرغوب فيه؟ سعاد قررت تجيب شيخة تقرأ قرآن في البيت. بس أول ما دخلت وقفت عند الباب الأوضة اللي فيها الدولاب الكبير وقالت: في حاجة هنا معمولة بإيد حد منكم. كلهم بصوا لبعض ومحدش اتكلم. هي دخلت الأوضة، طلعت ورقة محروقة من تحت الدولاب مكتوب فيها اسم العيلة ومربوطة بحاجة شبه الدم. الشيخة قالت لهم: في سحر معمول هنا، اتزرع في قلب البيت، واللي عمله كان عايز يخلي كل واحد فيكم يكره التاني. بدأت تقرأ، بس وقت القراءة البيت كله اتزلزل، والحيطان بقت بتطلع صوت، والمراية اتكسرت لوحدها. محمود فضل يضحك بصوت عالي وقال بصوت مش صوته: أنا كنت هنا قبلكم وهفضل معاكم. الشيخة قالت لهم: اللي حصل مش بسيط، اللي دخل البيت لسه ما خرجش. بعد الليلة دي كل حاجة في البيت اتغيرت. العيلة بدأت ترجع لبعض بس ببطء، والأهم إنهم ما بقوش يناموا والنور مطفي. وسعاد لسه بتحط باية مقرية قدام المراية علشان لو هو رجع يعرف إنه مش مرحب بيه. في بيوت مش مسكونة بس مسحورة، وفي ضحكة مش طبيعية. وكل ما تلاقي نفسك بتبعد عن أهلك فجأة اسأل نفسك: هل في حاجة ولا حواليك حد مش منهم؟ لو لسه بتسمعني يبقى انت من الناس اللي مش بتخاف، بس خليك فاكر الخوف مش دايما دليل ضعف، اوقات بيكون انذار. اشترك في قناة الشاهد الأخير لو حاسس انك مش لوحدك، واكتب لي في الكومنت: انا شفت اللي ما ينفعش يتشاف. فعل الجرس علشان لو غبت تبقى عارف انا رجعت بايه.